وعماله اقول بقى الست لما تدخل بسم الله. تورته محشي عظمه. تورته محشي. كان في ايه اصلا؟ تورته محشي. ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. هنا بقى زي ما انتم شايفين كده جبت الفراخ وغسلتها كويس جدا جدا بملح بقى وليمون والحاجات اللي احنا عارفينها الجميله ديت، وجبت التتبيله بتاعتها وقلت ايه يلا بس ما تنسوش اهم حاجه تحطوا لنا لايك للفيديو كده يا حلوين وتشوفوا عملنا التتبيله ازاي. بصوا بقى هنا جبت كركم وجبت كمون وجبت ملح وجبت بهارات فراخ وفلفل اسمر وجبت كمان معايا معلقه من الصلصه. اهم حاجه نكون غاسلين الفراخ كويس جدا بليمون وبملح ودقيق زي ما انت بتحبي تغسلها، بس اهم حاجه تخلوها ايه مغسوله حلو جدا ونقعها في شويه ميه بملح. وهنا بقى شويه من الصويا صوص وبصلايه صغيره وفصين توم. قلبت بقى كل التتبيله ديت في قلب بعضها. طبعا المبشره بتاعتي الصغنونه ما كنتش لاقيها فقلت مش مشكله يعني مش هنقف على حاجه. جبت بقى المبشره الكبيره ورحت بقشرت بقى وحطيت كل التتبيله الجميله ديت اللي احنا عملناها مع بعض ورحت جايه متبله بقى بها ايه الفراخ. صليتوا بينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. هنا بقى رحت جايه مقلبه التتبيله كلها على بعضها ورحت جايه جايبه الفراخ وبعدين رحت نازله بقى على التتبيله دي كلها في قلب الفراخ وتشمرنا كده ورحنا نازلين بقى بالتتبيله ديت على الفراخ ورحنا جايين رحت جايباها ماسكاها بقى. اهم حاجه ان انت تدخلي التتبيله في الفراخ كويس جدا. انا طبعا ايدينا نظيفه ومغسوله واحنا اللي هناكل الاكل. عايزه تلبسي جوانتي عاوز تعملي بايديك انا بحب اعمل كل حاجه بايديا كده وبنفسي. احنا الحمد لله ايدينا نظيفه والدنيا معانا حلو. مسكت بقى الفرخه كده وقعدت اعمل لها تدليكه حميه كده حلوه واديت لها بقى التتبيله من جوه وبره وفتحت بقى الصدور بتاعه الفراخ عشان تاخد معانا في التتبيله. قطعت كده الفراخ من عند الصدور عشان تاخد ايه التتبيله بتاعتنا وتخش بين اللحمه كده وتبقى طعمها حلو. طبعا عشان تاخدي بقى فراخ بالطعامه والجمال اللي انت هتشوفيه دوت اهم حاجه ان انت تسيبها مش اقل من ساعه ساعتين. وكل ما تسيبها في التتبيله دي كل ما تاخدي فراخ كويس. زيت سخن بقى وبدأنا زيت سخن وننزل بقى على الفراخ ونديها اللون اللي انتوا هتشوفوه كأنها الفراخ مشوية. ننزل عليها لازم يكون الزيت سخن جدا وبعدين نحمرها في الزيت ونديها اللون اللي انتوا هتشوفوه اللون التحفة دوت ونفضل نقلبها كل ما تاخد لون من ناحية نروح مقلبينها على الناحية التانية زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. هلا هلا يا امي تسلم ايدك. هو الراجل بيقول كده في البدايه كل ما تطبخ حاجه يخش يقول لها هلا قول هلا هلا يا امي. هلا هلا يا ام ساندي تسلم ايدك. شو هذا؟ حط بقى اللي بعده. هنعمل بقى كله بنفس الشكل كده ونحمرها بالشكل ده كلها. كان تحمير الفراخ بقى انا فضيته هنا. بصوا اللي كان في الطاسه دي مكان ما حمرت الفراخ انا حطيته هنا مش هرميه لان دوت اصلا في طعم الفراخ وريحتها. بصوا الفراخ بعد ما اتحمرت شايفين الجمال ما شاء الله. والنبي اموره شطوره يا كيداهم يا فرساهم بصوا الفراخ بعد ما اتعملت. احنا مش هنكتفي بس بشويه الزيت دول لا احنا هنروح نجيب شويه زيت كمان وحته سمنه صغنونين كده. هنا طبعا علبه السمنه خلصانه فعمالين ايه الصوت الصوت. يلا هنحط كمان معلقه سمنه. حطينا معلقه سمنه يلا شويه زيت. احنا هنعير بالمعلقه بس كفايه يا شطوره شطوره والله احنا عاملين حاجه النهارده يلا بصوا ده ما تقلقوش ده مكان الفراخ عادي نشيلها عشان برضو ايه ما يجيش حد يقول لي لقينا صرصور في الاكل. اصبري احنا لازم نشيلها. البوتاجاز اصلا ما كانش والع. يلا مش بنبصوش محدش يجي يقول لي يا صرصور. دي مكان التحمير اهي احطها فين في قلب الكاميرا اهي. استنى يا حبيبتي نولع البوتاجاز. طبعا احنا هنا مستنيين ايه بقى اما الزيت يقدح عشان احنا كنا عمالين نتشطر ونتكلم. عادي هبقى جاهز بيه اللي اتحمر واللي اتشمر بص الخضار ايه بتحطي ايه طماطم
ايوه شطوره كده. ابعدي الصينيه عن الحل. حطيتهم يلا زلزي. شافوه عرفوا يضربوا. اسمها المعجونه مش المقلوبه، اقسم بالله المعجونه. بسم الله الرحمن الرحيم. هاتي بقى حاجه اقلب بيها هاتي حاجه اقلب بيها مش هقلب، انا هحط كله على بعضه كده. يلا انا كنت غاليه الكتل غلي. انا طبعا هنا مجهزه ميه سخنه علشان ايه لما هتشوفوا كل حاجه دلوقتي. مش هنقلب. بصوا بقى هنحط الفراخ فوق ده كله. اللي بيعمل اكل اديني مساحه عشان اعرف اقف اصور. يا نهار اسود، ايدك ياما رايحه جايه على الكاميرا مش مخليه. كله في حله واحده. اديله شطوره. ملح ماجي قرفه ورق لوري ولا لورا دوت اللي بتسموه ايه، وده اسمه ايه؟ ده مفيش ورق لوري، ده حبهان وقرنفل وملح وماجي كده يعني. فاهمين انتوا؟ فاهمين. او حطينا ورق لورا اهو، بس هو ايه يعني متقطع حتت صغيره. نجيب بقى الميه المغليه وننزل عليها بقى بالميه المغليه. ننزل بقى عليها بالميه المغليه، وما ننساش بقى زي ما دلقنا الزيت ندلق الميه. نزلنا عليها بقى بالميه المغليه كده مره واحده. بسم الله اللهم بارك. يا دوبك احنا ايه، لا الميه مش هتكفي، هنجيب ميه تاني. يا دوبك بس هنغطي الفراخ بالميه بس. حلو قوي كده. نسيبها بقى تعيش حياتها، تتغطى بالميه ونسيبها بقى تعيش حياتها كده مع نفسها، ونروح بقى نجهز الرز ونشوف هنعمل ايه. اصبروا، ده هتبقى احلى معجونه في الدنيا. هنا بقى شويه من الزيت على معلقه سمنه، مش هنكتر عشان الفراخ عندنا الدهون بتاعتها كانت كتيره شويه، فاحنا مش هنكتر الدهون هنا خالص. بصوا بقى بعد ما يقدح كده هننزل عليه بكام حبايه من الحبهان. طبعا دي لحد ما الحبهان يتفتح. طبعا الخطوه دي ديت ما بتبقاش اجباري، يعني الخطوه دي من عندنا احنا ما بنيجي نعمل الرز بنحب حتى لو الرز العادي حتى لو الرز العادي بتاعنا اللي احنا بنعمله بحب ان انا اعمله بالحبهان كده عشان يدي الايه ريحه الحبهان، بيبقى طعمه حلو. الحبهان بقى كده اول ما خد اللون معانا كده او اتفتح وطلع الريحه بتاعته نشيله على طول بقى ونعمل الرز بتاعنا عادي كاننا ما حطيناش حبهان اصلا. يعني احنا استفدنا ايه بقى؟ ان الحبهان ده بيدي ريحه حلوه قوي في الرز بجد. الفكره ديت طلعت تحفه. جربوا الرز كده بريحه الحبهان، يا اختي حكايه ما اقولكيش. عادي هنكمل رز عادي جدا زي ما بنعمله. هنا برضو معانا الفراخ عايشه حياتها اهي وبتغلي. هتشوفوا كل حاجه دلوقتي هنعمل ايه. يا اخي بتاع سخنه على ايدي. ندخل معانا الفراخ في التسويه زي ما شفنا. انا عايزه اقول لكم كله بتعمل بقى كده كله برز مصري. الرز دوت مصري. بسم الله. هننزل عليها بقى كده بالرز بتاعنا. هقول لكم هنعمل ايه. بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله العلي العظيم. طبعا عامله في حله واسعه وحله كبيره شويه علشان ايه؟ علشان انا عامله ما شاء الله يعتبر فرختين، فتقدري بقى دلوقتي تعملي فرخه في حله اصغر. هتعملي بقى فرختين تبقى لازم الحاجه تبقى كبيره معاكي عشان كل حاجه تستوي براحتها. صليتوا بينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. هغطي بقى عليها، لازم تتغطى كويس جدا. بعد ما عملتها اهي لازم بقى اغطيها كويس جدا واوطي عليها عشان تستوي بقى براحتها. مش عارفه اطلع الحله لازم اطلعها والله العظيم معاك بتتزحلق. عايزه اشيل الحله. فيها تفكير دلوقتي بجد مش عايزه تطلع. ما تناولوني حاجه يا جماعه، ناولني حاجه. حاطط السماعات مش هيسمع. الحله شفطت استنى. بسم الله. هما بيقلبوها كده وبيشيلوها ازاي بقى والله العظيم ما عارفه. وعماله اقول بقى الست لما تدخل. بسم الله. تورته محشي عظمه. تورته محشي
انا جايبه هنا اكتر حته اللي هي الصدر عشان بتبقى ناشفه، بس عشان بتبقى ناشفه فنشوفها استوت ولا ايه. لا هو واضح ان الفراخ اتهرت مش استوت. بصوا الجمال. الله الله، بس طبعا هي سخنه مش قادره اوصف لكم بقى جمالها. بصوا بقى عشان ما تحصلش معاكم الحركه ديت، تحطي في الحله من تحت ورقه زبده. انا ما كانش عندي ورقه زبده، لو عندنا